السلام عليكم. اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده من سلسله حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مفاهيم السايبر سيكيورتي وبدانا نتكلم عن كل دومين في السايبر سيكيورتي لوحده. اتكلمنا عن الايدنتيتي اكسس مانجمنت، الاند بوينت سيكيورتي، النتورك سيكيورتي، وفي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الابلكيشن سيكيورتي. والنهارده هنتكلم عن الداتا سيكيورتي. لو تاخدوا بالكم انا حاطط هنا جنبي او من اول الحلقه شويه ارقام حلوه كده منوره. ايه الارقام الكبيره دي؟ طلع ال 4.35 مليون دول تكلفه الداتا بريتش في المتوسط طبعا حوالين العالم، لاي شركه بتخسر او بيحصل لها داتا بريتش. تخيل كده كل مره بيحصل داتا بريتش الشركه تقع الرقم ده. طيب وايه ال 83%؟ ده رقم او نسبه الشركات حول العالم اللي حصل لها داتا بريتش اكتر من مره واحده. طيب وده هيجاوب على سؤال ليه انا محتاج داتا سيكيورتي. النهارده هنتكلم عن شويه حاجات حلوه كده زي الجفرنس والديسكفري والبروتكشن والكومبلاينس والديتكشن والريسبونس، كل ده في الايكو سيستم بتاع الداتا سيكيورتي. وفي الآخر هنتكلم عن 5 حاجات مهمة ممكن يقللوا التكلفة اللي احنا اتكلمنا عليها دي على الشركات لو حصل لها داتا بريتش. يلا بينا على اللايف بورد عشان نشوف الحاجات الحلوة دي بتقول ايه. بعد ما عرفنا ليه لازم نأمن الداتا بتاعتنا، أول حاجة هنتكلم عليها وهي الجفرنس والديسكفري. فكر في المنظر ده كده، ده الداتا سيكيورتي ايكو سيستم اللي فيه كل التكنولوجيز اللي نقدر نستخدمها عشان نسكيور الداتا بتاعتنا. في الأول لازم يكون عندنا governance plan، وفيها احنا بنقول هو ده اللي انا عايز اعمله في الشركة بالظبط. تمام؟ من الآخر كده تخيل سباق من غير خط نهاية. لازم احدد الناس اللي بتجري دي خط نهاية عشان يبقوا عارفين هيخلصوا امتى. تمام؟ فالجفرنس بلان ده هو ده الطريق الواضح اللي لازم امشي عليه. في الأول لازم يبقى عندنا بوليسي. تمام؟ والداتا سيكيورتي بوليسي دي انا فيها بحدد ايه الحاجات المهمه والحساسه للشركه بتاعتي وايه اللي مش مهم، وهحدد كمان تصنيف لكل داتا او كلاسيفيكيشن. تمام؟ لازم نحدد مستوى الحمايه لكل تصنيف. فممكن يكون عندي داتا تصنيفها سيكريت او توب سيكريت او كونفيدنشال او حتى بابليك. كل نوع من دول ليه طريقه سيكيورتي معينه، مش كلهم هطبق عليهم نفس السيكيورتي ميجرز. بعد كده نبدا نعمل كتالوج. الكتالوج الجميل ده عشان يورينا فيه الداتا دي موجوده فين بالظبط وفين الحاجات السنسيتيف اللي موجوده عندي في الاورجنايزيشن بتاعتي. وطبعا لازم الكتالوج ده لا يبقى دايما ابديتد، وطبعا لازم يكون عندي خطه عشان اعرف ازاي ارجع الداتا بتاعتي لو حصل لها اي حاجه او ضاعت، ودي الريزايلنسي بلان. ودي اول خطوه في الايكو سيستم، وهي البلان بتاعتك اللي انت بتحط فيها الجفرنس سيستم او جفرنس بلان بتاعتك. بعد كده هنروح للديسكفري. في الاول انا قلت في الجفرنس هو ده اللي انا عايز اعمله عشان احمي الداتا بتاعتي. دلوقتي هشوف بقى هي فين الداتا بتاعتي دي اصلا، ابدا اجمعها. اول مكان هدور فيه طبعا وهو الداتابيز، والداتابيز دي بيبقى فيها الاستراكشرد داتا، وبيبقى معظم الداتا المهمه بتبقى موجوده في الداتابيز. وطبعا هبص على الايه الانستراكشر داتا زي ايه، زي الفايلز، الايميلات، السبريد شيتس والحاجات اللي زي دي. لان الحاجات دي ممكن اصلا الاقي فيها سنسيتيف داتا. واحد ذكي كده مثلا خد داتا من الداتابيز وراح باعتها في ميل، عمل لها ابلود مثلا على شيرد فولدر او وات ايفر. فكل الاماكن دي فيها possibility اللي انا الاقي فيها او ديسكفر فيها sensitive data. تمام؟
وطبعا لازم نبص على النتورك بتاعتنا عشان يشوف الداتا اللي ماشيه جوه النتورك دي، واقدر اديتكت هل في سنسيتيف داتا ولا لا. واللي بيساعدنا في الكلام ده قوي هو الداتا لوس بريفنشن، الداتا دي ال بي سيستم. الدي ال بي سيستم ده يعني هيلبر كبير قوي في حته الديسكفري دي، اقدر بيها اديتكت السنسيتيف داتا في النتورك بتاعتي. طيب حطينا خطه للجفرنس ازاي، تمام، ولمينا الداتا، تمام. في الجفرنس انا قلت ازاي انا محتاج احمي الداتا بتاعتي دي، وفي الديسكفري انا جمعت الداتا دي وعملت لها كلاسيفيكيشن. تعالوا بقى ايه، نطبق البروتكشن نفسه، نحمي بقى الداتا. احنا قلنا هنحميها ازاي ولميناها، نحميها بقى. تعالى نبص على ايه، على البروتكشن والكومبلاينس. طبعا الانكريبشن هو بطلنا في الحته دي، وطبعا محتاج اعمل انكريبشن للداتا ات ريست والداتا ايه، ان موشن. بدون الدخول في تفاصيل هنتكلم ازاي انكريبت الداتا ات ريست وازاي انكريبت الداتا ان موشن في حلقات تانية ان شاء الله. بس التو تايبس اوف داتا دول لازم احميهم واعمل لهم انكريبشن. وطبعا عشان انكريبت الداتا دي لازم استخدم ايه، هستخدم كيز، والمفاتيح دي لازم اعمل لها مانجمنت. فلو ضيعت الكي ده اكنك ضيعت الداتا اساسا، يعني الكي اللي انت تستخدمه عشان تعمل بيه انكريبشن لو ضاع منك فانت كده في السكلكه. فلازم يكون عندك لايف سايكل للكي دي، مش مجرد تستخدمها مره واحده وخلاص. لازم الكي ده كل شويه يتغير، كل شويه يتابديت. لو مثلا بقى كونسيدر نوت سكيور، تغير الالجوريزم بتاعه، او تغير الكي، او تغير الكي لينس، او وات ايفر. لازم يبقى في لايف سايكل للكي مانجمنت. وفي حاجه مهمه لازم تبقوا عارفينها، وهي الكوانتم سيف، الكوانتم سيف كريبتو. الكوانتم سيف كريبتو دي، تمام، لان كمان كام سنه كده حلوين ممكن نلاقي الكوانتم كمبيوترز هلت علينا فجاه من حيث لا ندري. ودي سعادتك بتقدر تفك الاسيمتريك انكريبشن. الاسيمتريك انكريبشن اللي احنا طالعين بيه السما، وهوبا الاسيمتريك انكريبشن ومفيش زيه اتنين. الكوانتم كومبيوتنج ممكن ايه تدستروي الاسيمتريك انكريبشن بثواني. ففي جدع كده اسمه شور عمل الجوريزم فك بيه الار اس اي بكل سهوله. بدون الدخول في التفاصيل هنتكلم عن كل ده ان شاء الله في الكريبتو ووردز. لكن المهم دلوقتي ان الكيو اس سي، تمام، هي طريقه كريبتوجرافي امنه، تمام، ضد الكوانتم كومبيوتنج ثreats. بعد كده طبعا لازم يبقى في عندي اكسس كنترول. زي ما كان جزء من الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، هو كمان جزء مهم في الداتا سيكيورتي. لان مش فارقه معايا قد ايه الداتا انكريبتد، تمام. لو اليوزر اللي ليه اكسس على الكلام ده غير الباسورد خلاه باسورد 1 2 3، في الحاله دي مش فارقه. لازم يكون عندنا طريقه واضحه للاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن لليوزرز. وطبعا لازم يبقى عندي باك، بحيث لو حصل لي ديزاستر، تمام، او وقعت تحت رانسوم وير اتاك، فلازم يكون عندي باك اب عشان اقدر اريكفر نفسي بسرعه. بعد كده لازم ابقى متاكد ان انا بكومبلاي او متوافق مع الاندستري ريجوليشنز، زي مثلا الجي دي بي ار. تمام، الجي دي بي ار ده داتا بروتكشن ريجوليشن في اوروبا. ومش شرط تبقى في اوروبا عشان يتطبق عليك القانون ده، ممكن تبقى في مصر بس شغال مع ناس في اوروبا والداتا بتاعتهم عندك هنا، فانت هيطبق عليك نفس الريجوليشن بتاعت الجي دي بي ار. فلازم تاخد بالك من حاجه زي كده. في امريكا مثلا في ريجوليشنز بتاعت الهيلث انفورميشن زي الهبه مثلا وغيرها، في حاجات كتير جدا. فلازم اقدر اريبورت هل انا كومبلاي مع الريجوليشنز دي ولا لا. ولازم احط ريتنشن بوليسي عندي في الشركه اقول فيها قد ايه احتفظ بالداتا دي، تمام. وبعد كده امسحها، لان خلي بالك كل ما تخلي داتا عندك اكتر دي مش حاجه حلوه. لان في الحاله دي لو حصل تسريب سعادتك المسؤوليه هتبقى عليك، وهتقع كعه محترمه.
فانت لازم يبقى عندك ريتنشن بلان بعد الريتنشن بيريود دي تمسح فيها الداتا، لان لو حصل تسريب انت هتلبس لبسه حلو. كل اللي اتكلمنا عليه ده يندرج تحت ايه؟ تحت البريفنشن. تعالوا بقى نتكلم عن ايه؟ الديتكشن والريسبونس. طيب خلونا نبدا كده بايه؟ بالديتكشن، ونعرف جواه ايه. لازم دايما ابقى عارف امونيتور تمام السيستم بتاعي، واعرف ازاي الداتا بتاعتي بتتحرك جوه النت، واعرف من الاخر خط سيرها ومين بيستخدمها وتحت اي كونديشنز. وطبعا هحتاج ان انا استخدم حاجه زي اليوزر بيهيفير اناليتكس، ودي تول بتمونيتور اليوزر وتقدر تانلايز طريقه استخدامه للداتا. زي مثلا حد الطبيعي بتاعه ان كل يوم بيستخدم اماونت معين من الداتا، فجاه بقى يداونلود بالتيرا بايتس وبقت الدنيا سبهلله معاه. طبعا دي انومالي، فاليو بي اي بسهوله يقدر يستكت الحاجه زي كده. مثلا واحد عمره ما استخدم مثلا فاينانشال سيرفيس معين، فجاه بقى يستخدمها، طبعا دي تعتبر انومالي. وطبعا في الاخر لازم اجنريت اليرتس بالكلام ده تمام على اي ميس يوز للداتا، عشان الاليرت دي تتبعت في حته عشان اقدر بعد كده اخد اكشن عليها. وهنا يجي دور ايه؟ ايوه، دور الريسبونس. من ضمن الاكشن اللي المفروض تتعمل ان احنا نفتح في الاول كيس. جالي اليرت تمام، افتح كيس، والكيس دي تتاساين لحد معين عشان يبدا ينفستيجيت. وطبعا لازم استخدم حاجه اسمها دايناميك بلاي بوكس، ودي بتقول لك مثلا ده ايفنت حصل دلوقتي وانت محتاج تفولو شويه ستيبس، تمام؟ والله انا هفولو شويه ستيبس دي، وانا ماشي في الستيبس دي هيطلع لي شويه ريزلتس، بيزد على الريزلتس دي دايناميكلي يظهر لي ستيبس ثانيه، تمام؟ وهو ده شغله الدايناميك بلاي بوك، ان هو بيوديك على ستيبس ثانيه معتمده على النتائج بتاعت الستيبس اللي قبليها، ومن هنا كلمه دايناميك جت. ومن هنا يجي الريكفري. بعد كده الريكفري يا اما بيبقى اوركستريتد او اوتوميتد. طيب هو ايه الفرق بين اوركستريشن واوتوميشن؟ في العالم المثالي الوردي تمام، طبعا انا هعوز ان انا اوتوميت كل الريسبونسز بتاعتي، اقعد باشا والايه وكل الريسبونسز بتاعتي تتاوتوميت. بس طبعا ده ايه في الحالة دي صعب ان انا يبقى عندي حاجه زي كده، لان في سعادتك حاجه اسمها زيرو داي. زيرو داي بقى اتاك، زيرو داي فولنربيلتي، الحاجات دي بتظهر فجاه ايه من حيث لا تدري. ودي حاجات انا ما اقدرش اعمل لها اوتوميشن، لان بكل بساطه انا مش عارف هي شغاله ازاي وبيزد على ايه وايه البيهيفير بتاعها واديتكتها على اساس ايه. طيب طب الاوركستريشن. الاوركستريشن هو منطقي شويه، لان في الحالات دي هو الحل، تمام؟ بحيث انا بدور على حاجات معينه، ثريشولدز معينه، تمام؟ اقدر اديتكتها من الاليرتس اللي جايه لي من الديتكشن تولز بتاعتي، واقدر على اساسها ادي ريسبونس بطريقه معينه بيزد على الكاركترستكس اللي جايه لي في الاليرتس من الديتكشن سيستم. وان شاء الله هنتكلم عن الديتكشن والريسبونس في التفصيل في الحلقتين اللي جايين من سلسله هارسبيرج هاكرز ان شاء الله. طيب بعد ما اتكلمنا عن الداتا سكيورتي ايكو سيستم بالتفصيل، تمام؟ جينا هنا احنا اتكلمنا من اول الجفرنانس، قلنا ازاي احنا هنحط بلان، ازاي احنا محتاجين نحمي الداتا. بعد كده رحنا للديسكفري، نجمع الداتا بتاعتنا من الداتا بيز والفايلز والنتورك، وبعد كده نبدا نبروتكت الداتا دي. وبعد كده عملنا ريبورتنج، هل احنا كومبلاي ولا لا مع الريجوليشنز بتاع الداتا بروتكشن. بعد كده نروح للايه للديتكشن، نبدا نديتكت ونمونيتور اليوسج بتاع الداتا بتاعتنا في النتورك. وبعد كده عملنا السكيورتي انسيدنت ريسبونس للتريجرز والاليرتس اللي احنا جمعناها من الديتكشن ستيب. وبعد كده نبدا نفيد تاني الريسبونس اوتبوت بتاعنا للجفرنانس عشان تبقى سايكل داير ما يدور. طيب كل ده حلو وبسنس، خلونا نتكلم عن الحاجات اللي ممكن تقلل تكلفة الداتا بريتش وتخلي الشركات ما تكوعش قوي لما يحصل لها داتا بريتش. ودي التوب 5
elements اللي انا قلت لكم عليها في اول الحلقه هنتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه وهي الاي اي. استخدام الاي اي في مثلا في الديتكشن فيز، وهتكلم عنه بالتفصيل في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. تلاقي ومتوقع اصلا ان الاي اي ما يستخدمش في الديتكشن فيز بس، فهو هيبقى موجود في كل الفيزز دي كلها بتاعه الداتا سيكيورتي ايكو سيستم. تاني حاجه يجي الفانكشن بتاعه الديف سيك اوبس. والديف سيك اوبس لو تفتكروا اتكلمنا عنه بالتفصيل الحلقه اللي فاتت في الابلكيشن سيكيورتي، وهنا احنا بنكسر الحواجز ما بين الثلاثه اورجانيزيشنز، الديفلوبمنت والسكيورتي والاوبريشن، ونحط السكيورتي في كل حته في الديزاين بتاعتنا في هيئه شيفت ليفت اللي اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. يجي بعد كده الانسيدنت ريسبونس الاي ار، واتكلمنا عنه في داتا سيكيورتي ايكو سيستم من شويه، وهنتكلم عنه اكتر في الحلقه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله بالتفصيل. وطبعا يجي بعد كده الكريبتوجرافي، واتكلمنا عنه هنا بالتفصيل في الداتا سيكيورتي ايكو سيستم في الفيز بتاعه البروتكشن. وفي الاخر من اهم الحاجات وهي الامبلوي تريننج، لان في الاخر هي مش كلها تكنولوجي، تمام؟ في بني ادمين بيستخدموا التكنولوجي دي، تمام؟ ولازم يتعلموا ازاي يتعاملوا مع التكنولوجي دي، تمام؟ ويحافظوا عليها، لان خلي بالك البني ادمين هم اضعف حلقه في السكيورتي سيستم، فلازم يتعلموا ازاي يتعاملوا مع الداتا عشان ما يلبسناش في الحاجة. بس وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من سلسله حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي وورد. اتكلمنا فيها عن الداتا سيكيورتي ايكو سيستم، وعن خمس elements مهمين يقدروا يقللوا لك الفلوس اللي هتدفعها لو حصل لك داتا بريتش. في الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن الديتكشن والريسبونس، طبعا في كل واحده في حلقه منفصلتين. الحلقه الجايه هنتكلم عن الديتكشن، اللي وراها هنتكلم عن الريسبونس. استنوني الجمعه الجايه ان شاء الله في سيكرول از سيرفيس. السلام عليكم.